الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في حلقتنا هذه اللي هي الحلقة العاشرة إن شاء الله نواصل الحديث تاعنا حول الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية، وإحنا رانا الآن في جزء الضبط الدقيق للكون. في الحلقة هذه أيضا يجي معنا إن شاء الله بإذن الله عالم فيزياء فلكي بريطاني شهير جدا، هو جورج إليس أو جورج أليس، اللي اشتهر بكتابه اللي صدر له سنة 1993 تحت عنوان The Anthropic Principle أو المبدأ الأنثروبي للكون. وفي الكتاب تاعو هذا يقول ثمة ضبط دقيق. هذا اعتراف يعني مذهل جدا لما يقول هذا العالم الكبير ثمة ضبط دقيق، لأنه شاهدوا الأدلة الفيزيائية والرياضية سواء من الناحية النظرية أو من الناحية العملية، لقوا بأنه بالفعل أن هذا الكون مضبوط بدقة جدا. يقول ضبط دقيق مذهل لقوانين هو الذي يجعل هذا التعقيد اللي يعني موجود في الكون، اللي رغم يوما بعد يوم يكتشفوا أمور عجيبة جدا ممكنا، فإن إدراك تعقيد ما تم إنجازه يجعل من الصعب جدا عدم استخدام كلمة معجز من دون اتخاذ موقف تجاه المكانة الأنطولوجية للكلمة. وهو في حديثه هذا راه يعترف اعتراف كبير بهذا الموضوع اللي هو الضبط الدقيق للكون. أيضا يعترف في عالم الفلك الأمريكي اللي هو بول ديفيز، يقول في الكتاب تاعو The Cosmic Blueprint، هذا الكتاب اللي هو التطبير الإلهي للكون، يقول بالنسبة لي يوجد دليل قوي على وجود شيء ما يحدث وراء كل هذا. يبدو أن شخصا ما أحكم ضبط أرقام هذا الكون الطبيعية ليخلق الكون، فانطباع فكرة التصميم سائغ. يعني التصميم تاع هذا الكون والإبداع هذا تاع الكون راه يعني ظاهر للعيان، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن هذا الكون راه مضبوط بدقة متناهية جدا، وأن وراء هذا الضبط الدقيق هو بطبيعة الحال هو الآن يقول أن كل هذا يبدو أن شخصا ما أحكم ضبط أرقام هذا الكون الطبيعي.
لأنه لا يمكن في ذات الله أن نقول بالتشخيص، يعني لا نجعل الإله أو الخالق كالمخلوق، وإنما هم ملاحدة بطبيعة الحال، يعتقدون في ذات الله سبحانه وتعالى أشياء لا يرتضيها ديننا الإسلام. ولكن هذا ما يعنيش بأن هؤلاء العلماء الغربيين لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. هناك من علماء الغرب من يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى كإسحاق نيوتن وغاليلي وغيره. هؤلاء أيضا أثبتوا من خلال المعادلات الفيزيائية والرياضية بوجود الله سبحانه وتعالى، وخاصة نيوتن يعني في الكتاب نتاعو مبادئ الرياضيات. وهنا نتوقف معكم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة هذه إن شاء الله، وسنواصل حديثنا في حلقات مقبلة إن شاء الله. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.